السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دوجي شانيل. كنتمنى تكونوا في احسن حال ان شاء الله، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم طريقة عمل لاناب ديال الطبلة بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. كذلك انا هاد لاناب غنديرو للمطبخ ديالي. ما نطولش عليكم هذا الفيديو ونبداو التطبيق على بركة الله. وكيف كتلاحظوا انا عندي هاد الحاشية هادي، وعندي هاد الحاشية غير في جهة واحدة فقط. انا بغيتها تكون عندي في 4 جهات، يعني على شكل مربع. لهذا غنعوضها في الفصاله. وبالنسبه للقياس انا عندي صالامونجي ديالي غير صغيره، لهذا غيكون القياس ديالي هو 77 سنتيم. و77 سنتيم كتكون عندنا في كل الجهات على شكل مربع، يعني 77 في كل جهات. وكيكونوا عندي هاد الاشرطه كيف كتلاحظوا، عندي 4 ديال الاشرطه. وهاد الاشرطه هما اللي غيكونوا عندنا في الجناب ديال هاد لاناب باش يعطيونا واحد الشكل اللي هو جميل. وبالنسبه للطول ديال هاد الاشرطه هادو كيكونوا عفوا زايدين على الطول ديال لاناب بواحد 20 سنتيم، يعني كيكون عندنا 10 في هاد الجهه و10 في هاد الجهه المقابله ديالو. نحاول نشوفوا الشكل ديالو قبل ما نطرقوا بآلة الخياطه بهذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا، يعني كنخليو في كل جهه 10 ديال السنتيم باش يجينا على هذا الشكل الحاشيه. وكنتنيوها على شكل مثلث، يعني كل جهه كنتنيوها على شكل مثلث باش كتعطينا هاد الحاشيه هادي. يعني صراحه كيجي الشكل ديالها رائع، يعني كيجي على هاد الشكل هذا كيف كتلاحظوا. دابا ندوزو نطرقوه بآلة الخياطه. وكيف قلنا من قبل، يعني في كل جهه كنخليو 10 ديال السنتيم خارجه على برا بهذا الشكل هذا. ومنين كنبغيو نطرقو، يعني ما كنطرقوش من الراس ديال الثوب، كنخليو واحد تقريبا واحد نص سنتيم، عفوا نص سنتيم، وكنطرقو نص سنتيم تنخليوها في جميع الجهات.
ومن بعد ما ركبت جميع الاشرطه كيف كتلاحظوا كيجيو على هذا الشكل هذا. كنطويو الثوب بهذه الطريقه هذه. انا والقطه ديالي مدابزين هي كتجر وانا كنجر كيف كتلاحظوا بهذا الشكل هذا. وكناخذوا مسطره وكنحدو على شكل مثلث بهذه الطريقه هذه. يعني بهذا الشكل هذا كنحدو القياس لجميع الاشرطه. يعني هذا القياس اللي خديت هو اللي غندوز عليه آلة الخياطه. وكيف كتلاحظوا كنطرقوا بهذا الشكل هذا حتى نص سنتيم اللي خلينا. ومن بعد ما طرقت جميع الجهات غنحيد هذا الثوب اللي هو زايد. وهذا هو الشكل ديال لاناب من بعد ما حيدت الزوائد ديال الثوب. يعني كتجي هاد الحاشيه على هذا الشكل هذا. يعني تيجي الشكل ديالو رائع. ما خلاتنيش القطه نصور لكم. كيجي على هذا الشكل كيف كتلاحظوا. والطريقه ديال العمل ديالو راه سهله وبسيطه كذلك. ممكن اننا نزينوه بهاد الدونتيل كيف ما ممكن انكم تخليوه بلاش الا بغيتو. يعني فقط ديروا له لوغدي وتخليوه. انا غنزيد ليه هاد الشريط ديال الدونتيل ونشوفوا الشكل النهائي. كيف كتلاحظوا بان القطيطه ديالي ما تقبلت معايا ضد هذا النهار. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال لاناب بعد ما ركبت ليه الدونتيل. يعني تيجي الشكل ديالو جميل ورائع. وكيف قلت لكم بان طريقه العمل ديال هاد لاناب بهذا الشكل هذا راه سهله وبسيطه كذلك. نديرو فوق سلامونجي ونشوفوا الشكل ديالو كيف جا. وهذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم وكذلك كنتمنى نكون كنفيدكم. الى عجبكم لا فيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه ودعموني بلايك باش يوصلكم كل جديد. الى فيديو مقبل ان شاء الله. السلام عليكم.